أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير، يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم، وتكرمنا بها بنور الفهم، وتوضح بها عنا ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زلنا مع درس المنطق مع كتاب السلم المنورق للإمام الأخضري بشرح الشيخ حسن القويسني رحمه الله تبارك وتعالى. ووصلنا إلى باب في الأشكال، فصل في الأشكال. وأخذنا أن الشكل عبارة عن هيئة الشيء، أما عند المناطق فهو عبارة عن هيئة قضيتي قياس من غير اعتبار للأصوار. عبارة عن هيئة قضيتي قياس من غير اعتبار الأصوار، وإنما الشكل باعتبار الصغرى والكبرى والحد الوسط وغير ذلك. هذا الهيئة كلها، الصغرى والكبرى والحد الوسط وطرفي القضية، كل هذا يسمى هيئة وشكل. نعم، من غير اعتبار الأصوار. أما إذا اعتبرنا الأصوار كل أو بعض، فهذا نوع خاص من الأشكال، لأن كل شكل تحته 4 أضرب أو غير ذلك. الشكل تحته أضرب، الشكل عام والأضرب ماذا خاص. ممكن هذا ما سيتكلم عليه. ثم قلنا كذلك الأشكال على حسب تكرر الحد الوسط. إن كان الحد الوسط محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى فهو الشكل الأول، إن كان موضوعا فيهما فهو الشكل الثاني، إن كان محمولا فيهما فهو الشكل الثالث، وإن كان عكس الأول موضوع محمول في الصغرى موضوع في الكبرى فهو الشكل الرابع. واضح كلام؟ ثم قلنا حيث عن هذا النظام يعدل، إذا عدل عن هذا النظام ففاسد. فأي يعني شكل يأتي أو كذا فهو فاسد، لا يسمى لا شكل ولا قياس. هم كلام؟ هذا هو. نعم. واليوم إن شاء الله سنأخذ شروط الأشكال، شروط كل شكل، أن كل شكل لا بد له من شروط، كل شكل لا بد من مراعاة الشروط. نعم. نقرأ الأبيات ثم نأخذ الجديد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر للحجة وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل حتى بدت لهم شموس المعرفة لهم فيها منكشفا. نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام من خصنا بخير من قتل وخير من حاز المقامات العلا محمد سيد كل مختفى العربي الهاشمي المصطفى صلى عليه الله ما دام الحجا يأخذ من بحر المعاني لججا وآله وصحبه ذوي الهدى من شبهوا بأنجم في الخدا. وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان فيعصم الأفكار عن ضي الخطأ وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء. فهك من أصوله قواعد تجمع من فنونه وإذا سميته بسلم المنورق يرقى به سماء علم المنطق. والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم ليس خالصا وأن يكون نافعا للمبتدئ به إلى المطولات يهتدي. والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال. فابن الصلاح والنواوي حرما وقال ينبغي أن يعلم. والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكمل ريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. إدراك مفرد تصور علم ودرك نسبة بتصديق وسيم وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع والنظر محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي وما به إلى تصور وصل إذ بقول شارح صادق به توصل بحجة يعرف عند العقلاء دلالة اللفظ على ما وفق يدعون دلالة المطابقة وجزئه تضمنا وما لازم فهو التزام اسم مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد. فأول جزء معناه بعكس ما تلا وهو على قسمين أعني المفرد كلي أو جزئي حيث وجد. كلي كأسد وعكسه الجزئي وأولا للذات إن في اندرج فانسبه عارض إذا خرج. والكليات خمسة دون انتقاش جنس وفصل عرض نوع وخاص. ثلاثة بلا شطط جنس قريب أو بعيد أو وسط. ونسبة الألفاظ للمعاني من بلا نقصان تواطؤ تشكك تخالف. والاشتراك عكسه ترادف. واللفظ إما طلب أو خبر. وأول ثلاثة ستذكر أمر مع جلا وعكسه دعاء. وفي التساوي فالتماس وقع الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع. وحيثما لكل فرد حكما
قد علم والحكم للبعض هو الجزئية والجزء معرفته جلية معرف إلى ثلاثة قسم في علم فالحد بالجنس وفاصل وقع والرسم بالجنس وخاصة معا وناقص الحد بفاصل أو مع جنس بعيد لا قريب وقع وناقص الرسم بخاصة فقط أو مع جنس أبعد قد ارتبط في لديهم شهرا تبديل لفظ برديف أشهر وشرط كل أن يرى مضطردا منعكسا ظاهرا لا أبعدا ولا مساويا ولا تجوزا بلا قرينة بها تخرزا ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينة خلا وعنده من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود ولا يجوز في الحدود ذكر أو في الرسم فادر ما رووا محتمل صدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا ثم القضايا عندهم قسمان شرطية حملية فالثاني الأول إما مساور وإما مهمل والسور كليا وجزئيا يرى وأربع أقسام إما بكل أو ببعض أو بلا شيء وليس بعض أو شبه جلا وكلها موجبة وسالبة فهي إذن إلى الثمان أيبا والأول الموضوع في الحملية محمول بالسوية وإن على تعليق فيها قد حكم فإنها شرطية وتنقسم أيضا إلى ومثلها شرطية منفصلة جزءهما مقدم وتالي أما بيان ذات الاتصال ما أوجب التلازم جزئين وذات الانفصال دون مين ما أوجب التنافر بينهما أقسامها ثلاثة فلتعلم مانع جمع أو خلو أو هم وهو الحقيقي لا خاص فاعلم إن خلف القضيتين في كيف وصدق واحد أمر خفي فإن تكون شخصية أو مهملة فنقضها بالكيف أن تبدل وإن تكون محصورة بالصور فانقض بضد صورها المذكور فإن تكون موجبة كلية نقضها سالبة وإن تكون سالبة جزئية نقضها موجبة جزئية العكس قلب جزئي القضية الصدق والكيفية والكم إلا الموجب الكلية فعوضوها الموجب الجزئية والعكس لازم لغير ما وجد به اجتماع الخصتين فقط ومثلها المهملة السلبية لأنها في قوة الجزئية والعكس في مرتب بالطابع وليس في مرتب بالوضع إن من قضايا صورا مستلزما بالذات قولا آخر ثم القياس عندهم قسمان إيراني وهو الذي دل على النتيجة بقوة مختصة بالحملية فإن تركبه فركب مقدماته على ما وجب ورتب المقدمات وانظر صحيحا فاسد مكابرا فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي وما من المقدمات صغرى فيجب اندراجها في الكبرى وذات حاد أصغر صغراهما وذات حاد أكبر كبراهما وأصغر فذاك ذو اندراج ووسط
والغلد الإنتاج. الشكل عند هؤلاء الناس يطلق عن قضيتي قياس من غير أن تعتبر الأسوار، إذ ذاك ضرب له يشار. وللمقدمات أشكال فقط 4 بحسب حد الوسط، حمل بصغرى وضعه بكبرى، يدعى بشكل أول ويدرى، وحمله في الكل ثانيا عرف، ووضعه في الكل ثالثا عرف. أشكال عكس الأول وهي على الترتيب في التكمل، فحيث عن هذا النظام يعدل ففاسد نظام أما الأول، فشرطه الإيجاب في صغراه، وأن ترى كلية كبراه. يختلفا في الكيف مع نية كبرى والثالث يكتب في صغراه كلية كبراهما، ورابع الأشكال إلا بصورة ففيها تستبين. نعم. زيد نكمل الأشكال. أكمل. اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. ثم شرع في شروط إنتاج الأشكال مبتدئا بالأول، فقال: أما الشكل الأول فشرطه أي شرط إنتاجه الأول الإيجاب في صغراه. نعم. كلية كانت أو جزئية. نعم، كلية كانت أو جزئية. واضح يا جماعة؟ المهم تكون الصغرى موجبة، سواء كانت كلية أو جزئية. مفهوم؟ المهم تكون ماذا؟ تكون موجبة. نعم. والثاني وأن ترى كلية كبراه. وأن ترى كلية كبراه. أما الكبرى لابد أن تكون كلية، سواء كانت موجبة أو سالبة، المهم تكون كلية. نعم. فيحصل من ذلك 4 صور. فيحصل من ذلك 4 صور. نعم. من ضرب الموجبتين صغريين موجب. نعم. موجب صغرى، موجبتين صغريين. واضح يا جماعة؟ أيوة. في الكليتين كبريين. في الكليتين كبريين، كلية موجبة أو كلية سالبة. واضح؟ عندك ماذا؟ عندك موجبتين صغريين في كليتين كبريين، فالضروب المنتجة 4. مفهوم؟ نعم. وضروبه المنتجة 4. 4. نعم. الأول من موجبتين كليتين. نعم. نحو كل إنسان حيوان. كل إنسان حيوان. أهو الصغرى موجبة ولا لا؟ موجبة. موجبة كلية. نعم. وكل حيوان جسم. وكل حيوان جسم. أهو الكبرى كلية ولا لا؟ كلية. كلية موجبة، لأن موجبتين كليتين، موجبة كلية مع موجبة كلية. نعم. والنتيجة موجبة كلية. والنتيجة موجبة كلية. نعم. وهي كل إنسان جسم. كل إنسان جسم. واضح يا جماعة؟ هذا الضرب الأول من الشكل الأول. نعم. زيد. الثاني من موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى. الآن موجبة كلية صغرى، سالبة كلية كبرى. واضح؟ نعم. نحو كل إنسان حيوان. نعم. ولا شيء من الحيوان بحجر. أو كذلك كلية سالبة، كلية سالبة. نعم. والنتيجة سالبة كلية. والنتيجة سالبة كلية. واضح يا جماعة الخير؟ نعم. وهي لا شيء من الإنسان بحجر. لا شيء من الإنسان بحجر، لأن النتيجة تتبع ماذا؟ تتبع أخص المقدمتين، تتبع النتيجة أخص من مقدمتين.
نعم كما سيأتي إن شاء الله. نعم الآن عندك موجبة كلية مع موجبة مع موجبة سالبة، كلية موجبة مع كلية سالبة تنتج كلية سالبة. دائما السلب يغلب الإيجاب، السالب دائما يغلب الإيجاب، نتيجة تتبع الأخص من المقدمتين. نعم زيد. هذا الضرب الثاني من الشكل الأول. الثالث من موجبة جزئية صغرى. الآن الصغرى موجبة جزئية لأننا انتهينا من الموجبة الكلية مع السالبة الكلية ومع الموجبة الكلية. الآن الثالث موجبة جزئية صغرى. نعم. وموجبة كلية كبرى. موجبة كلية كبرى. نعم. نحو بعض الحيوان إنسان. بعض الحيوان إنسان. وكل إنسان ناطق. وكل إنسان ناطق موجبة كلية. والنتيجة موجبة جزئية. والنتيجة موجبة جزئية. واضح يا جماعة؟ دائما النتيجة تتبع الآخر. نعم. وهي بعض الحيوان ناطق. وهي بعض الحيوان ناطق. هذا الضرب الثالث من الشكل الأول. نعم. الرابع من موجبة جزئية صغرى. وسالبة كلية كبرى. نعم. وسالبة كلية كبرى. نعم. نحو بعض الحيوان إنسان. نعم. ولا شيء من الإنسان بفرس. نعم. والنتيجة سالبة جزئية. والنتيجة سالبة جزئية. واضح يا جماعة؟ أيوة. نعم. وهي ليس بعض الحيوان بفرس. ليس بعض الحيوان بفرس. هم جماعة؟ أيوة. نعم. الآن انتهينا من 4 أضرب من الشكل الأول. واضح؟ كم كلام؟ هذه 4 أضرب من الشكل الأول. موجبتين صغريين وكليتين كبريين. ضرب موجبتين صغريين في كليتين كبريين. واضح؟ عندك موجبة كلية مع موجبة كلية. عندك موجبة كلية مع ماذا؟ مع سالبة كلية. عندك موجبة جزئية مع موجبة كلية. عندك موجبة جزئية مع سالبة كلية. 4 أضرب. هذه هي المنتجة من الشكل الأول. فقط 4 أضرب منتجة من الشكل الأول. لو بحثت ما بحثت لن تجد إلا هذه 4 أضرب الشكل الأول. الأضرب التي تتوفر فيها الشروط هي 4 هذه فقط. لو بحثت ما بحثت لن تجد ضربا آخر. مفهوم؟ أيوة. نعم. زيد. وخرج باشتراط إيجاب الصغرى ما لو كانت الصغرى سالبة كلية أو جزئية فلا تنتج. نعم. فلا إنتاج لها مع الكبريات ال4. نعم لا تنتج. لماذا؟ لأن الشرط هنا اختل اللي هو عدم إيجاب الصغرى. هم جماعة إذا اختل شرط إيجاب الصغرى خلاص لا تنتج مع الكبريات ال4. لا تنتج. هم كلام؟ أيوة. نعم. فهذه 8 كلها عقيمة. كلها عقيمة. مفهوم يا جماعة؟ وخرج باشتراط إيجاب الصغرى ما لو كانت الصغرى سالبة كلية أو جزئية فلا إنتاج لها مع الكبريات ال4. فهذه 8 كلها عقيمة. أين 8؟ لأنك عندك ماذا؟ عندك الصغرى إذا كانت سالبة كلية. إذا كانت سالبة كلية لا تنتج مع الكبريات ال4. هم 4. وإذا كانت سالبة جزئية لا تنتج كذلك مع الكبريات ال4. هذه 8 عقيمة. فهمت هذا الكلام؟ أين 8؟ لأن عندك انظر الصغرى إن لم يتحقق فيها الإيجاب ففيها 8 ماذا؟ أضرب عقيمة. لماذا؟ لأن الصغرى إما تكون سالبة كلية. الصغرى إما تكون سالبة كلية فلا تنتج مع ال4 كبريات. 4 صور.
لا تنتج. أو تكون السالبة تكون جزئية، تكون سالبة جزئية. 2. كذلك لا تنتج مع الأربعة الكبريات الأربع كذلك. ها 8 صور كلها عقيمة. فهمتوا الكلام؟ نحن اشترطنا أن تكون الصغرى ماذا؟ موجبة. إذا كانت الصغرى سالبة كلية مثلا، سالبة كلية لا تنتج مع الأربع كبريات. ها 4 صور. وإذا كانت الصغرى سالبة جزئية، سالبة جزئية، فكذلك لا تنتج مع الأربع كبريات. كم؟ 8 صور كلها عقيمة. هنا كلام هذا فهمنا هذا. لذلك الشيخ قال وخرج باشتراط إيجاب الصغرى ما لو كانت الصغرى سالبة كلية، هذا 1 فلا تنتج مع الأربع كبريات، أو جزئية معناه سالبة جزئية فلا تنتج مع الكبريات الأربع، فهذه 8 صور عقيمة. فهمت يا محمد؟ هذا. الآن الصغرى فيها صورتان، إما تكون سالبة كلية فلا تنتج مع الأربع كبريات، أو تكون سالبة جزئية فلا تنتج مع الأربع كبريات، فهذه 8 صور عقيمة. فهمت يا أبا سؤال؟ ها؟ أيوة نعم. فهمنا؟ نعم. قال اقرأ معي تحت. وخرج إلى آخره. حاصل ما في المقام أن الصور العقلية الممكنة في كل شكل 16. هذه الصور العقلية، كل شكل تتصور فيه عقليا 16 صورة. 16 لأن الصورة قال لك شيخ إما كلية وإما جزئية، وفي كل إما موجبة وإما سالبة، فالأحوالها 4، والكبرى مثلها كذلك أحوالها 4، وكل واحدة منهما بجميع أحوالها تضرب مع الأخرى بجميع أحوالها، تصبح عندك 4 في 4، فجملة الأحوال 16 قائمة من ضرب 4 أحوال الصغرى في 4 أحوال الكبرى. أهو هذا واضح يا جماعة؟ من ضرب 4 أحوال الصغرى، لأن الصغرى إما موجبة كلية وإما موجبة جزئية وإما سالبة كلية وإما سالبة جزئية، 4 أحوال تضرب في أحوال الكبرى كذلك إما موجبة كلية موجبة جزئية، إما سالبة كلية إما سالبة جزئية، فالصور الأربع في 4 تعطيك 16. كل شكل يتصور فيه عقليا القسمة العقلية 16 صورة، فالذي توفرت فيها شروط ينتج، والذي لم يتوفر فيه الشروط لا ينتج. هذا كل شكل من هذه الأشكال يتصور فيه 16 ضربا، فالذي توفرت فيه الشروط ينتج، الذي لا تتوفر فيه الشروط لا ينتج. الآن الشكل الأول فيه 16 صورة، الذي توفر فيه الشروط 4 فقط، أما 12 كلها عاقمة لا تنتج. لماذا؟ لأنه لم يتوفر فيها الشروط، لم تتوفر فيه إيجابية الصغرى وكلية الكبرى. فأنت مهما حاولت في الصور الأخرى ستجدها الشرط فيها ناقص، فعلى ذلك لا تنتج. لذلك الشيخ اقتصر على المنتج فقط 4 فقط، لكن لا يذكر لك 12، لأنك لو ذكرها ستكون فيها الشروط غير موجودة وتكون عقيمة، فذلك تحصيل حاصل وتعب فقط. لذلك الشيخ يذكر لنا فقط المنتج الذي توفر فيه الشروط. نعم. فالآن هذه 8 صور عقيمة بالنسبة للصغرى، لأن الصغرى كما قلنا فيها 4 أحوال، إما موجبة كلية موجبة جزئية، سالبة كلية سالبة جزئية، والكلية كذلك كبرى.
إما موجبة كلية موجبة جزئية، سالبة كلية سالبة جزئية. مفهوم؟ نعم. قال الشيخ هنا: وهذا في كل شكل إلا أنها تختلف في عدد المنتج والعقيم أو بحسب الشروط المعتبرة في كل. فما وجدت فيه الشروط فهو منتج، وما فقد منه شرط فهو عقيم. وقد تكفل الشيخ رضي الله عنه ببيان جميع ذلك فجزاه الله خيرا. هذا فمن يا جماعة. أيوة نعم. زيد الآن. وخرج الآن الصغرى أهو إذا كانت سالبة كلية أو جزئية فلا تنتج مع الكبريات الأربع. هذه 8 صور لا تنتج. نعم. وخرج باشتراط كلية كبرى ما لو كانت الكبرى جزئية موجبة أو سالبة. أهو إذا كانت الكبرى جزئية، إذا كانت الكبرى جزئية فيدخل فيها صورتان: إما جزئية موجبة وإما جزئية سالبة. فعند ذلك لا تنتج مع الموجبتين الصغريين فقط. واضح يا جماعة؟ وخرج باشتراط كلية الكبرى، لأن قلنا الكبرى لابد أن تكون كلية. إذا كانت الكبرى جزئية موجبة أو سالبة فإنها لا تنتج مع الموجبتين الصغريين. نعم. فهذه 4 عقيمة أيضا. نعم. فهمنا يا جماعة؟ أيوة نعم. من غير ما نكتب في السبورة. واضحة الأشكال، واضح. الآن لو كانت الكلية لم تكن كبرى، كانت الكلية لو كانت الكبرى غير كلية بأن كان جزئية، كم يدخل فيها من صورة؟ 2. إما تكون جزئية موجبة أو جزئية سالبة. 2 صورتين. فعند ذلك لن تنتج مع ماذا؟ لن تنتج مع الموجبتين الصغريين. مفهوم؟ نعم. زيد. فلا إنتاج لها مع الموجبتين الصغريين. نعم، لا تنتج مع الموجبتين الصغريين. نعم. فهذه 4 عقيمة أيضا. فهذه 4 عقيمة أيضا. واضح يا جماعة؟ هذا مفهوم؟ أيوة. لذلك قال: فلا إنتاج لها مع الموجبتين الصغريين، الموجب الكلية والموجبة الجزئية، الموجبتين الصغريين. مفهوم؟ أيوة. واضح؟ أيوة. فهذه 4 عقيمة أيضا. نعم. قال الشيخ تحت فائدة: لهم في بيان المنتج من العقيم في كل شرط طريقان: طريق التحصيل وطريق الإسقاط. فطريق التحصيل أن يحصل المنتج الذي اجتمعت فيه الشروط فيكون الباقي هو العقيم. وطريق الإسقاط أن يسقط من الأقسام ما فقد منه شروط الإنتاج فيكون الباقي هو المنتج. عندهم طريقتين: إما الطريقة الأولى ينظر الذي اجتمعت فيه الشروط هو الذي يخرجه فيكون الباقي عقيم، هذه طريقة التحصيل. وإما ماذا يفعل؟ يسقط الأقسام التي لم تتحد، التي لم تتوفر فيها الشروط، يسقطها فالباقي هو المنتج. عندهم طريقتان. نعم. فيكون الباقي هو المنتج. وقد أشار الشيخ في كل شكل إلى الطريقين جميعا. نعم. فيذكر طريق التحصيل أولا قبل التمثيل، ثم يذكر طريق الإسقاط بعد ذلك. والحاصل
أن الصور 16 في كل شكل بعضها منتج وبعضها عقيم، ومتى علم أحدهما علم الآخر. نعم. مفهوم يا جماعة؟ نعم. هذا هو. تنبيه: لم يعدوا في القسمة العقلية صور الشخصية ولا صور المهملة، لما سبق أن المهملة في قوة الجزئية، فلماذا يذكر صورها عقلية؟ هو في قوة الجزئية فتغني عنها. وأن الشخصية، انظر هذا مهم جدا، في حكم الكلية يا مولانا، مهملة في قوة الجزئية، أما الشخصية في قوة الكلية. شخصية في قوة كلية. نعم. فهمنا؟ هذا مهم جدا. هذا مهملة في قوة الجزئية، والشخصية في قوة الكلية. لو قلت زيد كاتب، هذه في قوة الكلية، في قوة الكلية. مفهوم؟ نعم. فأسقطوهما لذلك، لما أغنى عنهما، لما المهملة أغنت عنها الجزئية والشخصية أغنت عنها الكلية، أسقطوا ذكر الصور لهما. نعم. إذ لا فائدة لاعتبارهما إلا زيادة في التعب بكثرة الأقسام، لأن في قوتها فستجد نفس الشيء فيها. إذا قلت زيد مثل عمرو، زيد في قوة عمرو، الآن الذي تقوله في عمرو ستقوله في زيد بدون شك. فلذلك لو ذكرت هذا وذكرت هذا قوة تعب فقط، هذا تعب. أذكر واحد منهما فقط يكفي، لأنهما متساويين. فلو أذكر هذا ثم أذكر هذا تعب، فما دام متساويين أذكر واحد فقط. كذلك المهملة لم يذكروا أقسامها صورها، لماذا؟ لأن ذكرنا الصور الجزئية، خلاص يكفي لأنهم متساويين. والشخصية لم يذكروا صورها لأنها في قوة الكلية، لذلك استغنوا عنها. قلنا هذا. ولو اعتبرتا لكانت ضروب كل شكل 64. نعم. لو اعتبروا المهملة والشخصية لكان كل شكل ليس فيه 16 ضرب، لا، يكون فيه 64. نعم. ولو اعتبرتا لكانت ضروب كل شكل 64 قائمة من ضرب 8 في 8. فتأمل. نعم. مفهوم؟ هذا. لذلك هم اعتبروا فقط ماذا؟ كلية والجزئية فقط. كلية سالبة وموجبة، وجزئية سالبة وموجبة، هذا الذي اعتبره فقط. لم يعتبروا المهملة ولم يعتبروا الشخصية، لأنهم لو اعتبروهما تصبح 8 في 8، تصبح كل شكل فيه 64. أيوة، افهم هذا. نعم. فتأمل. نعم. زيد. فعلم أن المنتج من الشكل الأول 4 أضرب. نعم. وأن العقيم منه 12. نعم. 8 خارجة باشتراط إيجاب الصغرى. أيوة، 8 هذه عقيمة، هذه 8 العقيمة خرجت باشتراط إيجاب الصغرى. نعم. و4 خارجة باشتراط كلية الكبرى. أما اشتراط كلية الكبرى إذا تخلف يخرج منه 4 فقط. فالعقيم من الشكل الأولي 12 ضربا، 12 صورة لا تنتج. لماذا؟ لأن لا تتوفر فيها شروط. هم كلام. في الشكل الأول لا بد من إيجاب الصغرى وكلية الكبرى. لو لم يتوفر هذان الشرطان فكل صورة تكون عقيمة. نعم. زيد. والثاني أن يختلفا في الكيف مع كلية كبرى له شرط وقع. نعم. والشكل الثاني
أن يختلف مقدماته أي اختلافهما في الكيف بأن تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة. هذا هو الشرط الأول بالنسبة للشكل الثاني. إذا كانت الأولى موجبة الثانية لازم تكون سالبة. إذا كانت الأولى سالبة الثانية لابد تكون موجبة. أول شرط لابد يختلف في الكيف، وعرفنا الكيف اللي هو الإيجاب والسلب. مفهوم؟ هذا أول شرط. الشرط الثاني أن تكون الكبرى كلية، مع كلية الكبرى له شرط واحد، مع كلية الكبرى له شرط واحد. فهمنا؟ أيوة نعم. فالشرط الثاني الشكل الثاني له شرطان كذلك، أن تختلف القضيتين في الكيف، إن كانت موجبة الأولى تكون الثانية سالبة والعكس، ولا بد الكبرى تكون كلية، لابد الكبرى تكون كلية. نعم زيد. الثاني مع كلية الكبرى له، أي للشكل الثاني شرط وقع. شرط وقع أي واقع له. واقع له. نعم. فيصدق ذلك بكون الكبرى كلية موجبة. أيوة الكبرى كلية موجبة. نعم. أو سالبة. أو سالبة، هذه صورتان. فإن كانت موجبة لم تنتج إلا مع السالبتين الصغريين. نعم. فإن كانت موجبة لم تنتج إلا مع السالبتين الصغريين. نعم. إن كانت الكلية، إن كانت الكبرى كلية موجبة لا تنتج إلا مع السالبتين الصغريين. نعم واضح، لأنهم هنا يختلفان في الكيف. إذا كانت الكبرى موجبة كلية ستنتج مع السالبة الكلية والسالبة الجزئية، موجبتين صغريين. نعم. فهمنا يا جماعة؟ ركز فقط ستفهمنا. وإن كانت سالبة، وإن كانت الكبرى سالبة لم تنتج إلا مع الموجبتين الصغريين. وإن كانت الكبرى سالبة لم تنتج إلا مع الموجبتين الصغريين، إلا مع الموجبتين الصغريين. نعم. إلا مع الموجبتين الصغريين. نعم. لم تنتج إلا مع الموجبتين الصغريين. فضروبه المنتجة حينئذ 4 فقط. نعم. فضروبه المنتجة حينئذ 4. نعم 4 فقط. نعم. الأول من موجبة كلية صغرى، موجبة كلية صغرى، وسالبة كلية كبرى. سالبة كلية كبرى. أهو لو ترى اختلفا في الكيف، أهو مع كلية الكبرى سالبة كلية، رأيت اختلفا في الكيف مع كلية الكبرى. نعم. نحو كل إنسان حيوان. كل إنسان حيوان. ولا شيء من الحجر بحيوان. ولا شيء من الحجر بحيوان. نعم. والنتيجة سالبة كلية. والنتيجة سالبة كلية. نعم. وهي لا شيء من الإنسان بحجر. لا شيء من الإنسان بحجر. نعم. الثاني عكسه. الثاني عكسه. نحو لا شيء من الحجر بحيوان. لا شيء من الحجر بحيوان. نعم. سالبة كلية كلية سالبة. وكل إنسان حيوان. وكل إنسان حيوان. أو كبرى كلية موجبة. نعم. والنتيجة سالبة كلية. سالبة كلية. نعم. وهي لا شيء من الحجر بإنسان. لا شيء من الحجر بإنسان. أهو. الثالث من موجبة جزئية صغرى. موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى. أهو اختلف في الكيف مع كلية الكبرى. نعم. وسالبة كلية كبرى. نعم. نحو بعض الحيوان إنسان. أهو جزئية. ولا شيء من الفرس بإنسان. أهو كلية سالبة. والنتيجة سالبة جزئية. سالبة جزئية. نعم. وهي ليس بعض الحيوان بفرس. واضح يا جماعة الخير؟ هذا هو. نعم. والرابع من سالبة جزئية صغرى. سالبة جزئية صغرى. وموجبة كلية كبرى. موجبة كلية كبرى. هاو اختلف في الكيف مع كلية الكبرى. نعم. نحو ليس بعض الحيوان بإنسان. نعم. وكل ناطق إنسان. نعم. والنتيجة سالبة جزئية. نعم. وهي ليس بعض الحيوان بناطق. أيوة نعم. هذا هو كذلك الرابع. هذه الأضرب المنتجة فقط،
أما ما عداها عقيم. لماذا؟ لأنها لن تتوفر فيه الشروط اللي هي الاختلاف في الكيف مع كلية الكبرى. لن تجد هذه الشروط متوفرة إلا في هذا الأضرب الأربعة فقط. أما أي ضرب آخر تريد أن تجربه سينقض منه شرط، فعلى ذلك سيكون عقيم، فلا تتعب نفسك. العلماء رضي الله عنهم كفونا هذا البحث وكذا. لذلك مفهوم؟ لذلك هذه الأضرب المنتجة لا تتعب نفسك في الصور الأخرى لأنها لن تنتج، ستجد الشروط فيها لا تتوفر الشروط. أيوة نعم. زيد. وخرج بشرط اختلافهما في الكيف ما لو اتفقتا في الكيف. أهو لو كانت موجبة ولا سالبة هذه لا تنتج من الشكل الثاني. نعم. بأن كانتا موجبتين أو سالبتين. بأن كانت كلاهما موجبتين أو كلاهما سالبتين لا ينتجان. نعم. كليتين أو جزئيتين. سواء كليتين أو جزئيتين. أهو واضح. أيوة. أو الأولى كلية والثانية جزئية. أو الأولى كلية والثانية جزئية. واضح كلام. أيوة نعم. أو بالعكس أو الثانية جزئية والأولى، أو الثانية كلية والأولى جزئية. فلا إنتاج لها. فهذه 8 أضرب خرجت باختلاف الكيف كلها عقيمة. هذا واضح يا جماعة الخير. هذا الشرط الأول. لو اتفقتا في الكيف موجبتين سالبتين فهذا سيخرج 8 أضرب عقيمة، 8 كلها عقيمة. لماذا؟ لأن تخلف فيها شرط اختلاف في الكيف. فالأضرب التي الكيف يعني يكون الكيف متساوي 8 كلها عقيمة. نعم. وخرج باشتراط الكلية الكبرى ما لو كانت جزئية موجبة. لو كانت جزئية موجبة. لو كانت الكبرى جزئية موجبة لا تنتج. احنا اشترطنا في الكبرى أن تكون كلية. لو كانت جزئية موجبة فلا إنتاج لها. نعم. فلا إنتاج لها مع السالبتين الصغريين. هو فلا تنتج مع السالبتين الصغريين. هذه صورتين لا تنتج. أو جزئية سالبة. أو كانت جزئية سالبة. نعم. فلا إنتاج لها مع الموجبتين الصغريين. فلا تنتج مع الموجبتين الصغريين. أهو إذا كانت الكبرى جزئية موجبة لا تنتج مع السالبتين الصغريين. سالبة كلية وسالبة جزئية لا تنتج معهما. أو جزئية سالبة. أو كانت الكبرى جزئية سالبة فلا تنتج مع الموجبتين الصغريين، موجبة كلية وموجبة جزئية. فهذه 4 أضرب عقيمة. لماذا؟ لأنه لا يوجد فيها كلية الكبرى. اشتراط كلية الكبرى لا يوجد، فهذا لا ينتج في 4 أضرب. نعم. فلا إنتاج لها مع الموجبتين هذا صغرين، موجبة كلية وموجبة جزئية لا تنتج يا جماعة. أو جزئية سالبة هنا معطوف على أو ما لو كانت جزئية موجبة، أو جزئية سالبة معطوفة عليها. نعم. الذي لا يفهم أي شيء يتكلم لأنه واضح لا يحتاج إلى. نعم. فهذه 4 عقيمة. 4 عقيمة اللي هي ماذا؟ لو كانت الكبرى جزئية موجبة. لو كانت جزئية موجبة لا تنتج مع السالبة كلية ومع السالبة جزئية. ها صورتين. أو كانت جزئية سالبة
كانت الكبرى جزئية سالبة، فلا تنتج مع الموجبتين الصغرين، مع الموجب الكلية ومع الموجب الجزئي. 4 صور. نعم. خرجت باشتراط الكلية الكبرى، فجملة عقيمة 12 فجملة عقيمه 12 كالأول. نعم كالأول. الشكل الثاني جملة عقيمه، يعني أضرب العقيمة 12 ضربا كالشكل الأول تماما. المنتج منه 4 فقط، لو تتبعت هذا الأضرب 16 لا تجد الشروط متوفرة إلا في هذا 4 التي ذكرها الشيخ، فلا تتعب نفسك في البحث في 12 ضرب الآخر، لأنك ستجد شروط غير متوفرة وستجده عقيم. مفهوم؟ نعم. والشكل الثالث والثالث الإيجاب في صغراهما وأن ترى كلية إحداهما. هذا هو شرط الشكل الثالث. لازم الصغرى تكون موجبة، لازم الصغرى تكون موجبة، ولا بد أن ترى كلية إحداهما، إما الصغرى إما الكبرى. وأن ترى كلية إحداهما كلية، إما الصغرى تكون كلية وإما الكبرى تكون كلية، مع اشتراط إيجاب الصغرى. نعم. والشكل الثالث شرطه الأول الإيجاب في صغراهما، نعم، أي المقدمتين، نعم، سواء كانت كلية أو جزئية. أو جزئية. نعم، المهم تكون موجبة، الصغرى تكون موجبة سواء كلية أو جزئية. هذه صورتها. نعم. الثاني وأن ترى كلية إحداهما، إما الصغرى تكون كلية وإما الكبرى تكون كلية. نعم. أي المقدمتين الصغرى أو الكبرى. نعم، هذا معنى إحداهما، إما الصغرى أو الكبرى. نعم. فإن كانت الصغرى موجبة كلية أنتجت مع الكبريات الأربع لوجود الشرطين فيها. إذا كانت الصغرى موجبة كلية ستنتج مع الكبريات الأربع، ستنتج مع ماذا؟ مع الموجب الكلية والموجب الجزئية والسالبة الجزئية والسالبة الكلية مع الأربع. إذا كانت الصغرى موجبة كلية ستنتج مع الكبريات الأربع، مع الموجب الكلية والسالبة الكلية والموجبة الجزئية والموجبة الكلية للأربع، لأن الشروط متوفرة، وهي إيجاب في الصغرى وكلية إحداهما. نعم. وإن كانت جزئية، إن كانت الصغرى موجبة جزئية، إن كانت الصغرى موجبة جزئية لم تنتج إلا مع الكليتين الكبريين. نعم. وإن كانت جزئية لم تنتج إلا مع الكليتين الكبريين فقط. إن كانت الصغرى موجبة جزئية فلا تنتج إلا مع الكليتين الكبريين، ستنتج مع ماذا؟ موجب الكلية والموجبة والسالبة الكلية، ستنتج مع موجب الكلية والسالبة الكلية فقط. أما مع السالبة الجزئية لا تنتج، واضح؟ مع الموجبة الجزئية لا تنتج. فمن الكلام لأنه لا يتوفر الشروط. هذا هو. واضح جماعة الخير؟ هذا. فضروبه المنتجة 6. الشكل الثالث ضروبه المنتجة 6. نعم زيد. فضروبه المنتجة 6. الأول من موجبتين كليتين. الأولى موجبة الصغرى، الأولى موجبة كلية والثانية موجبة كلية. الشروط توفرت ولا لا؟ توفرت. الإيجاب في الصغرى مع كلية إحداهما، مع كلية ماذا؟ كليتهما. نعم. موجبتين كليتين. نعم. نحو كل إنسان حيوان وكل إنسان جسم. نعم. والنتيجة جزئية.
انظر يا جماعة، هنا الصغرى موجبة كلية، الكبرى موجبة كلية. نحن ماذا قلنا؟ الشرط ما هو؟ الشرط الشكل الثالث ما هو؟ أن تكون الصغرى موجبة وأن ترى كلية إحداهما. ليس شرط أن تكون واحدة فقط، لا مشكلة لو يكونوا الاثنين كليتين، لا إشكال. الشيخ لما قال لك والثالث الإجاب في صغراهما وأن ترى كلية إحداهما، لا يقصد أن تكون واحدة فقط كلية لا، المهم واحدة كلية، سواء الثانية كانت كلية مثلها أو كانت جزئية. هذا معنى الكلام، احذر تفهم العكس. المهم تكون إحداهما كلية، سواء كانت أخرى كلية مثلها أو كانت جزئية. لذلك هنا الشيخ كم ذكر موجبتين كليتين اهو. فالصغرى موجبة والكبرى كلية والصغرى كلية، هذا لا مشكلة فيه. لما قال الشيخ وأن ترى كلية إحداهما، ليس معناه أن تكون إحداهما كلية والأخرى جزئية، لا، المهم واحدة منهم تكون كلية، سواء كانت الثانية كلية مثلها أو كانت جزئية، لا مشكلة. فهمنا؟ لذلك الشيخ هنا مثل أهو موجبتين كليتين، الصغرى موجبة كلية والكبرى موجبة كلية. نعم. زيد. والنتيجة جزئية وهي بعض الحيوان اسم. نعم. قال والنتيجة جزئية، وجهه أنه ينتج بعد رده إلى الشكل الأول بعكس صغراه، وعكس الموجبة الكلية موجبة جزئية كما تقدم. نعم. وحيث انعكست إلى ما ذكر اشتمل القياس على خسة وتتبع النتيجة الأخص. نعم. لذلك الشيخ هنا قال لك تنقلب إلى جزئية، الصغرى موجبة كلية والكبرى موجبة كلية. كيف النتيجة جزئية؟ قال لك الشيخ تحت انظر والنتيجة جزئية، وجهه أنه ينتج بعد رده إلى الشكل الأول بعكس صغراه. وعكس الموجبة الكلية في الأول ماذا قلنا؟ عكس الموجبة الجزئية. في العكس ماذا قلنا؟ إلا الموجبة الكلية فعوضوها الموجبة الجزئية. واضح يا جماعة الخير؟ فهنا عكس الموجبة الكلية ما هو؟ جزئية موجبة، لذلك أنتج هنا جزئية موجبة، كلية موجبة مع كلية موجبة أنتج جزئية موجبة. نعم. وحيث انعكست إلى ما ذكر اشتمل القياس على خسة وتتبع النتيجة الأخص. نعم. زيد. الثاني من موجبة كلية صغرى. الآن هذا ما هو الشرط الشكل الأول ما هو شرطه؟ إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، إيجاب الصغرى وكلية الكبرى. هنا نستطيع أن نرجع إلى الشكل الأول ولا لا؟ كل إنسان حيوان وكل إنسان جسم، هذا يدخل في الشكل الأول ولا لا؟ لأنه صغراه موجبة وكبراه كلية، يدخل صحيح؟ ويدخل. لذلك الشيخ قال لك وجهه أنه ينتج
بعد رده إلى الشكل الأول بعكس صغره. نعم، بعكس صغره. كل إنسان حيوان، عكسها ماذا؟ بعض الحيوان إنسان. هذا معنى الشيخ تحت راه يتكلم لك تحت، لأنك أنت الآن تتساءل تقول كيف موجبة كلية مع موجبة كلية أنتجت جزئية. أنت الآن تتساءل صح ولا لا؟ لذلك أنا توقفت كذلك. موجبة كلية مع موجبة كلية قال لك الشيخ تنتج جزئية. لماذا؟ قال لك لماذا؟ لأنه ينتج هذا الشكل، ينتج بعد رده إلى الشكل الأول بعكس صغره. عندما نرده إلى الشكل الأول ينتج بعكس صغره، وهنا صغره ما هي؟ كل إنسان حيوان، ما عكسها؟ بعض الحيوان إنسان. لذلك كانت النتيجة بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان عفوا جسم. مفهوم؟ نعم. زيد. لا بد لهم من تحقيق هذا المسألة. نعم. الثاني من موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى. نعم. نحو كل إنسان حيوان. هو الثاني موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى. الآن توفرت شروط ولا لم تتوفر؟ توفرت شروط اللي هي ماذا؟ الإيجاب في الصغرى وكلية إحداهما. هنا كلاهما كلي، موجبة كلية وسالبة كلية كلاهما. نعم. لكن الإيجاب في الصغرى. نعم. ولا شيء من الإنسان بحجر. لا شيء من الإنسان بحجر. والنتيجة سالبة جزئية. نعم، والنتيجة سالبة جزئية. نعم. وهي ليس بعض الحيوان بحجر. قال لك الشيخ هنا تحت، اقرأ تحت انظر. جزئية، الصواب كلية، ونتيجتها لا شيء من الحيوان بحجر. هذا هو الصواب. فما جماعة؟ قال لك الشيخ صوابها الصواب كلية ونتيجتها لا شيء من الحيوان بحجر. ممكن سهو من الشيخ أو كذا. نعم. زيد. الثالث من موجبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى. نعم. نحو بعض الحيوان إنسان وكل حيوان جسم، والنتيجة موجبة جزئية وهي بعض الإنسان جسم. نعم. واضح يا جماعة؟ أو الثالث موجبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى. الآن توفرت شروط، إحداهما كلية والصغرى موجبة. نعم. زيد. الثالث من موجبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى. نعم. نحو بعض الحيوان إنسان وكل حيوان جسم. نعم. والنتيجة موجبة جزئية. نعم. وهي بعض الإنسان جسم. بعض الإنسان جسم. واضح يا جماعة؟ أيوة. نعم. الرابع من موجبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى. نعم. ها هو الآن توفرت شروط، وهي كلية إحداهما مع إيجاب في الصغرى. نعم. نحو كل حيوان جسم وبعض الحيوان إنسان. نعم. والنتيجة موجبة جزئية وهي بعض الجسم إنسان. نعم. اسمح لي يا مولانا نرى هذا اصبر. انظر ماذا ذكر الشيخ هنا في الشكل الثالث. صحيح؟ الشكل الثالث. قال ويشترط لإنتاج الشكل الثالث شرطان: أول أن تكون الصغرى موجبة، ثاني أن تكون إحدى المقدمتين كلية. فالصغرى إن كانت كلية أنتجت إلى الحاصل 6 أضرب. نشوف الشيخ ماذا مثل في قال في الحاصل 6 أضرب. قال الضرب الأول كليتان موجبتان،
كقولنا كل إنسان حيوان، وكل إنسان ناطق، ينتج بعض الحيوان ناطق. هنا كذلك أنتجت جزئية كما قلنا، لأنه لو رددناه إلى الشكل الأول ينتج عكس صغرى. الضرب الثاني قال موجبتان والكبرى كلية، موجبتان والكبرى كلية، كقولنا بعض الإنسان حيوان. لا، لم يمثل مثل المهم. الضرب الثالث نعم هذا هو. نعم نفس الكلام، نفس النتيجة. نعم زيد. الخامس من موجبة جزئية صغرى. موجبة جزئية صغرى. نعم. وسالبة كلية كبرى. وسالبة كلية كبرى. توفرت شروط. الصغرى موجبة والكلية كبرى. نعم. نحو بعض الحيوان إنسان. نعم. ولا شيء من الحيوان بحجر. ولا شيء من الحيوان بحجر. نعم. والنتيجة ليس بعض الإنسان بحجر. ليس بعض الإنسان بحجر. نعم. السادس من موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى. نعم. نحو كل إنسان حيوان وبعض الإنسان ليس بكاتب. نعم. والنتيجة سالبة جزئية. نعم. واضح يا جماعة؟ هذه السادس موجبة كلية صغرى سالبة جزئية كبرى. أهو مفهوم؟ نحو كل إنسان حيوان، بعض الإنسان ليس بكاتب. النتيجة سالبة جزئية، هي ليس بعض الحيوان بكاتب. مفهوم؟ نعم. زيد. والنتيجة سالبة جزئية. نعم. وهي ليس بعض الحيوان بكاتب. نعم. مفهوم. زيد. وخرج باشتراط إيجاب الصغرى ما لو كانت سالبة كلية. لو كانت سالبة كلية أو جزئية. إذا كانت سالبة كلية أو جزئية. نعم. فلا تنتج مع الكبريات الأربع. هذا هو. إذا كانت، نحن قلنا لابد الصغرى تكون ماذا؟ موجبة. لو كانت الصغرى سالبة كلية أو سالبة جزئية لا تنتج مع الكبريات الأربع، فهذه 8 أضرب عقيمة 8. إذا كانت الصغرى هو كانت سالبة كلية لا تنتج مع الكبريات الأربع، أو كانت سالبة جزئية لا تنتج مع الكبريات الأربع، فهذه 8 أضرب عقيمة. نعم. فهذه 8 كلها عقيمة. كلها عقيمة. نعم. وباشتراط كلية إحداهما. وباشتراط كلية إحداهما، قلنا لابد أن تكون إحداهما كلية. إما كليتين لا مشكلة، لو يكون كلاهما كليتين لا مشكلة، المهم يكون إحداهما كلية، سواء كانت الثانية كلية مثلها أو جزئية لا إشكال. نعم. ما لو كانت صغرى موجبة جزئية. لو كانت الصغرى موجبة جزئية مع جزئيتين كبريين. ها هو جزئيتين كبرى، جزئية موجبة وجزئية سالبة. لو كانت الصغرى موجبة جزئية وكانت الكبرى سالبة جزئية أو موجبة جزئية لا ينتجان. نعم. فلا إنتاج لها. نعم. يعني الصغرى إن كانت موجبة جزئية، إن كانت الصغرى موجبة جزئية لا تنتج مع الكبرى إن كانت سالبة أو موجبة، صورتان عقيمة. إذا كانت الصغرى موجبة جزئية، واضح؟ فإنها لا تنتج مع جزئيتين كبريين، جزئية موجبة وجزئية سالبة. فهم كلام؟ هذا ضربان لا ينتج، لأنه هنا
ماذا ينقص؟ ينقص كلية إحداهما، ينقص كلية إحداهما. لذلك لو كانت الصغرى موجبة جزئية فإنها لن تنتج مع السالبة الجزئية، واضح، مع السالبة، مع الجزئية السالبة أو الجزئية الموجبة. نعم. فهذان ضربان عقيمان. نعم. وجملة عقيم هذا الشكل 10. نعم. والمنتج منه 6. نعم. قد تقدمت. مفهوم يا جماعة الخير؟ مفهوم هذا الكلام؟ نعم. باقي ماذا؟ الشكل الرابع. نعم. أظن نتوقف هنا، والحصة القادمة نكمل الشكل الرابع ونكمل يعني ما تبقى. نعم. وفي هذا القدر كفاية، إن شاء الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.